السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير، واهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما نبتدي نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقول دعائنا: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. النهارده احنا دخلنا كده على طول، ما تنسيش اللايك الحلو الجميل يا جماعة، اوعوا تنسوا اللايك الحلو الجميل، وما تنسوش كمان الكومنت الجميل، ومتنسيش تدوسي على الجرس وتفعلي القناة وتشتركي في القناة علشان عائلتنا تكبر بيكم وتزيد بيكم وتنورونا في القناة. طبعا احنا دخلنا كده على طول، دخلنا على الشوبينج، على المشتريات. عايزة اقول لكم اني انا لي حوالي شهرين ما نزلتش اجيب مشتريات يا بنات، فنزلنا النهاردة، قلنا نشتري مشتريات للبيت من هايبر موسى. عايزه اقول لكم ان هايبر موسى عامل هايبر موسى جسر السويس عامل عروض رهيبه جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم هو سوبر ماركت من السوبر ماركتات الجميله اللي فيها حاجات تحفه والله بمعنى الكلمه. حاجته جميله وفريش وتحفه ورائع بصراحه يعني. واهلا وسهلا بيكم في مره تانية في القناه. طبعا عايزه اقول لكم يا بنات اني انا ليا والله العظيم مش عارفه ايه الحاله اللي انا فيها. هل دي حاله يعني عامه ولا حاله انا عندي فقدان شغف فظيع لان انا امسك كاميرا او اصور فيديو او اعمل مونتاج. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده انا عاملاه اقسم بالله دلوقتي ليه يمكن حوالي اسبوع. يعني انا الفيديو ده عامله ليا اسبوع بالظبط، وعندي حالة كده من عدم الشغف ان انا اقوم اعمل مونتاج للفيديو او ان انا اظبطه. معرفش ليه عندي حالة كده ان انا قافلة من كل حاجة. مش عارفة بجد، انا مش عارفة ايه السبب، ومش عارفة هل انا لوحدي اللي عندي الاحساس ده ولا ناس يعني كتير، يعني ولا ده حال كتير من اليوتيوبر هم في بدايات يعني او اللي بيستخدموا اليوتيوب او بيدخلوا على اليوتيوب بيعملوا قنوات. ده حالهم في البدايات ان هم بيبقى عندهم حتة عدم الشغف دي، او الشغف بيموت عندهم في بعض الاحيان. معرفش هل الحالة دي بتحصل للناس، كل الناس اللي بيبقوا شغالين على اليوتيوب، وهل بتحصل لليوتيوبر كبار فعلا بقى عندهم فقدان للشغف ان هم يصوروا او يمسكوا كاميرا او حتى يعملوا فيديو او حتى يمنتجوا الفيديو. فانا والله رحنا قلنا بقى، يعني عايزه اقول لكم ليا 3 شهور ما جبتش حاجات للبيت. كنت محتاجه ان انا اجيب حاجات اساسيه للبيت ما نقدرش نستغنى عنها يا بنات. يعني الزيت والسكر والرز والمكرونات والحاجات دي حاجات اساسيه ما نقدرش نستغنى عنها. فقلت لا، انا هنزل اشتري بقى الطلبات بتاعت الشهر. والله ولقيت كان فعلا بجد، يعني في كان نوعية بسكوتات حلوة قوي موجودة عند هايبر موسى. وبصراحة يعني عجبتني وجبت منها، مش كلها بس في نوع معين كده كان عليه تخفيض انا جبت منه وحبيته لانه طعمه كان حلو. وانا من عادتي ما بحبش اجيب حاجة انا ما جربتهاش قبل كده. يعني انا والبسكوتات اللي فيها شوكولاتات الكتيرة ده ما بحبهاش عشان خاطر موضوع السكر، وانتوا عارفين التعب اللي انا كنت فيه. وبالاضافه والله ان انا برضو الموضوع، عايزه اقول لكم على مفاجاه، ان موضوع رجلي وركبتي اللي انا كنت بشتكي منها من فتره وحكيت لكم، قلت لكم انا رحت عند دكتور عظام. طلع يا جماعه بعد ما رحت عند دكتور عظام تاني استشاري، فاكتشفت انه ده لا رباط صليبي ولا الحمد لله ولا حاجه. طلع ان هو التهاب بسبب التهاب في العضلات، التهاب في الاعصاب بتاعه الرجل بسبب ارتفاع السكر. يعني السكر عامل مرتفع جدا، فعامل التهاب في الطرف في اطراف القدم، يعني واخد من اول الرجل لحد اخرها. الحمد لله رب العالمين ان هو ما طلعش رباط صليبي، لان كنت هخش في قصص كبيره قوي قوي. اقسم بالله الواحد في غنى عنها، يعني في غنى عنها من كله، في غنى عنها. الحمد لله ربنا يعني سترها معانا، في غنى عنها من فلوس، في غنى عنها من بهدلة، في غنى عنها من عمليات. الحمد لله رب العالمين. ربنا والله العظيم يا بنات يعني حنين قوي على عباده، وربنا عالم بينا. والواحد كان والله بيقعد يعيط ويبكي ويقول يا رب استرها، اني ما يدخلش الموضوع في قصة رباط صليبي والقصص اللي انا كنت بسمعها من الدكاترة ومن الناس. لكن والله كنت عايزه اتكلم برضو معاكم النهارده في موضوع شدني كده. والله كنت عايزه اتكلم معاكم عن يوتيوبر حبيبتي وبحبها قوي، كراميلا شانل يا بنات، صاحبه قناه كراميلا شانل. انا مش عارفه
يعني هي ليها كام يوم كده برضو، عن ما تعرفش ايه اللي جرى. ما بتظهرش على قنواتها، ونزلت على المنتدى بتاعها ان هي مش هتظهر الفترة دي، ومحدش عارف برضو الاسباب ايه. فيا رب لعله المنع يكون خير ان شاء الله. انا من الناس اللي معجبة جدا بكريمة شانل، ست صعيدية زي حالتنا كده، وست ابتدت من الصفر. يعني هي ليها 10 سنين على اليوتيوب، دلوقتي بقت يوتيوبر مشهورة ومعروفة. وبأمانة هي بالنسبة لي قدوة. انا بصراحه هي بالنسبه لي قدوه، ست مثال للست المحترمه السعديه الملتزمه في لبسها، في اخلاقها، في اسلوبها قدام الكاميرا. ست يعني محترمه بمعنى الكلمه. وبتمنى من ربنا ان كل اللي بيحب، يعني كل اللي بيحبني واللي يعني بيدخل قناتي يدعمني زي ما كريمة كده. في ناس كتيرة بتدعمها، ادخلوا دعموني واعملوا لي لايك واعملوا لي الكومنت الحلو واشتركوا في القناة، صدقوني فضلا وليس امرا لو حبيتوا والله. لاني انا بجد يعني انا نفسي ان عيلتي تكبر على اليوتيوب، لانه والله بتجي لحظات ببقى يعني بعد العدد اللي وصلت له ده القليل ببقى نفسي العدد يزيد. فبقى محتاجة انكم انتوا تدعموني، وانكم انتوا تدوني اللايك الحلو بتاعكم. بس عامة والله برضو بشوقكم، يعني ده بشوقكم، حبيتوا تدعموني وتدوني لايك يبقى ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خير. وكنتوا سبب في رزقي. لا مش عايزين يعني مش حابين، ده برضو حاجة ترجع لكم فضلا وليس امرا. وعايزه اقول لكم والله يا بنات انه الهايبر ده أنا لما بحب انزله ليه، لانه بصوا بتلاقوا عنده يعني مثلا شايفين نوع البسكوت ده كان يعني بصوا ب4 جنيه و99 قرش البسكوته، كان عامل عليه تخفيض. وفي البسكوت العلبه لونها ابيض كده دي الكبيره دي كان فيها كيلو ونص، عامل 154 جنيه او 154 و99 قرش، فيها كيلو ونص بسكوت، يعني الوزن كيلو ونص. بس عايزه اقول لكم انه يعني كانت في عروض بسكوتات هايله هايله هايله. ده هيبقى مفيد جدا بالنسبه للامهات اللي هم ولادهم بيروحوا مدارس. انتي بدل ما بتشيلي هم من يعني تجيبي باكل بسكوت من بره ب5 جنيه ولا ب10 جنيه ولا ب7 جنيه لابنك، لا طب ما انتي ممكن تجيبي العلبه البسكوت الكبيره دي عامله 155 جنيه وفيها كيلو ونص. ممكن كل يوم تحطي لابنك عدد معين، ووفرتي صدقيني انت كده هتوفري من عدد، هتوفري من لجيبك يعني، وفلوسك اللي انت بتحطيها في البسكوت اللي بتشتريه فرد يعني مفرد من بره. فعايزه بنصح والله العظيم كتير من الامهات لو قبلك البسكوت اللي هو الكميات الكبيره اللوتس ده اللي هو ب154 يعني 155 جنيه، لا ضن اشتريه، لانه والله العظيم في وفره كبيره قوي قوي قوي. كمان الاوريو، كان في بسكوت اوريو وكان في شمعدان وكان في لمبادة وكان في بصي كل انواع البسكوتات، وكان عامل عليها هايبر موسى، عامل عليها تخفيضات حلوة بصراحة قوي قوي قوي. انا برضو بنات عايزه برضو اطلب منكم طلب يا بنات، يعني يا ريت تقولوا لي نوعيه الفيديوهات اللي انتوا حابينها ايه. انا نفسي اعرف انتوا بتحبوا فيديوهات نوعها ايه. هل بتحبوا الفيديوهات اللي فيها مشتريات؟ بصوا بقى هنا السناكس ايه كان بصراحه تحفه، يعني شويه سناكس عندهم كانت حكايه واسعارها جميله. انا جبت سناكس هنا كان عجبني، هتشوفوه دلوقتي، مش عارفه ممكن يكون موجود دلوقتي، انا يعني صورته ولا ما صورتهوش. يعني الكيس مليان كميه ما شاء الله، وعامل 20 جنيه وتحفه، يعني فعلا فعلا طعمه تحفه. انا والله العظيم عايزه اقول لكم هو ما قعدش، يعني انا جبته قعد يوم وتاني يوم كان خلص. يعني مع الجبنه ممكن تحطيه مع الجبنه مثلا البيضه، ممكن تحطيه مع جبنه كريمي، تحطيه يشربوا بيه الشاي بالليل، ممكن تحطيه مع القهوة. يعني بصراحة جميل قوي. كمان الكيت كات كان عليها عروض على فكرة برضو. وعايزة اقول لكم والله يعني هايبر موسى كان ما شاء الله كان عامل عروض
بطريقة فظيعة. بس برضه يا بنات كنت عايزة اسألكم يا حبايبي، يعني يا ريت تقولولي وتشاركوني، انا نفسي اقسم بالله تشاركوني في الكومنتات، تقولولي يعني بتحبوا فيديوهات نوعها ايه. هل بتحبوا الفيديوهات اللي فيها مشتريات عشان انزل مثلا اصور لكم فيديوهات فيها مشتريات، ولا بتحبوا الفيديوهات اللي فيها مثلا فلوجات وخروجات واماكن مفتوحة، ولا بتحبوا فيديوهات اكتر فيها طبخ وفيها روتين يوم؟ يعني انا نفسي اعرف يعني ايه اهو. بصوا هنا السناكس اللي كنت بقول لكم عليه. بصوا انا ده نوعية سناكس الكيس، فيه ب20 وفيه ب25، بس انا مش هو ده اللي انا اخترته. انا اخترته تقريبا، استنوا هو يا رب يظهر في الفيديو دلوقتي. لا ما اخترتش ده، استنوا كده. لا انا ما ظهرش في الفيديو. كمان انا جبت شوية مكسرات، برضو كانت عليه كانت اسعار حلوة قوي. يعني جبت كوكتيل، يعني مجموعة مثلا، يعني في كوكتيل زي اللي انتوا شايفينه ده، كوكتيل مكسرات كان عامل حاجة و80 جنيه الكيلو. فما جبتش كيلو، هكدب عليكم، جبت ربع كيلو يعني. والاسعار بتاعته على فكره حلوه قوي. عايزه اقول لكم الميزه بقى في موسى ان حاجته طازه، يعني المكسرات دي ما تشملهاش ريحه، ما هياش مركونه ولا قديمه، حاجته يا جماعه طازه. يعني والله العظيم عايزه اقول لكم ان الواحد لما بيقعد كده يحط شويه المكسرات ويعمل شويه فشار كده في البيت يقليهم مع شويه سناكس كده، ونحط مثلا كوبايه شاي ولا نحط مثلا عصير، والله يا بنات بتبقى اللمه كده جميله والقعده حلوه والله العظيم. تبقى لحظات حلوه كده وقت العصريه مثلا، واحنا قاعدين وحاطين الشاي في البلكونه مع شويه سناكس مع شويه مكسرات. الله على القعدة، القعدة بتبقى كده جو أسري جميل جميل جميل. ربنا يا رب كده يعني فرح قلوبنا كلنا ويريح بالنا يا جماعة. والله الواحد كان يعني تعب كام يوم، كان حاسس ان الدنيا دي سبحان الله، يعني الحمد لله. هو يعني الحمد لله ابتلاءات ربنا يرفع ويزيح عننا يا رب ان شاء الله. فبس زي ما بقول لكم كده انه مش عارفه انتوا لحد دلوقتي برضو، انا مش يعني نفسي اعرف انتوا حابين فيديوهات نوعها ايه علشان خاطر انا اعملها. انا نفسي اعمل فيديوهات ترضيكم عشان تلاقي استحسان منكم وتلاقي قبول منكم، الاقي كمان مشاهدات حلوة منكم، والاقي كومنتات منكم، والاقي زيادات في عدد الاشتراكات بتاعت القناة. ربنا يسهل يا رب يا جماعة. نفسي من هنا لرمضان يا جماعة اكون قفلت ال1000. والله بصوا انا مشكلتي ان انا يعني انا عايزة 1000 مشترك علشان يعني القناة اليوتيوب يقترحها. هي كانت مشكلتي كلها ان انا محتاجة 1000 مشترك عشان القناة اليوتيوب يقترحها. فلو انتوا يعني عايزين تساعدوني في ان احنا تعملوا شير للقناة وتعملوا شير للفيديوهات وتخلوا الفيديوهات تنتشر عشان يبقى في عدد من الاشتراكات الحلوة من الناس الحلوة اللي زيكم. ويا رب ان شاء الله يجعله كله في ميزان حسناتكم. والله العظيم الواحد يعني بجد مبسوط ان هو يعني اليوتيوب حاجة جميلة، وانا من الناس اللي بتحب فعلا اليوتيوب وعاشقة لليوتيوب واليوتيوبرز كتير. بس انا بحس انك انت بيبقى لك يعني اصحاب كتير على اليوتيوب، بيبقى لك اخوات كتير، بتتوسع دايرة علاقاتك، بيبقى لك حبايب كتير على اليوتيوب، اخواتك بيزيدوا، بيبقى ليك اخوات كتير على اليوتيوب، بتزيد العزوة بتاعتك والاصحاب بتوعك وحبايبك بيزيدوا على اليوتيوب. فيعني ربنا يا رب يجعلنا كده ان شاء الله يا رب، يعني يجعل كل من يشوفنا يحبنا ويعزنا ويشترك في قناتنا ويدعمنا ويعمل لنا كومنت حلو ويعمل لنا اللايك الحلو، عشان على الاقل حتى يا رب ان شاء الله املي في ربنا من هنا لرمضان يا رب، او قبل رمضان اكون عملت يعني يكون 1000 مشترك زادوا باذنك يا رب. وده يعني عايزه اقول بربنا سبحانه وتعالى وبنفسكم معايا، يعني شدوا حيلكم معايا، اعملوا شير كتير 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 وشيروا كتير واعملوا لايكات كتير واعملوا كومنت حلو يعني ترضوا بيه اختكم، كومنت حلو تطبطبوا بيه عليا، كومنت حلو تقولوا لي والله انت تعبتي عملتي فيديو وبذلتي مجهود، خدي الكومنت الحلو ده ليكي
خدي اللايك الحلو ده ليكي، ده كله ده ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. اجبروا بخاطري، يعني انا والله العظيم بقعد اصور واتعب وانزل واروح واجي، اقسم بالله يعني نفسي ان حد يجبر بخاطري ويدخل يعمل لي كومنت حلو او يديني لايك حلو. اقسم بالله انا ببقى سعيده جدا لما حد بيخش يديني لايك كده ولا يعمل لي كومنت، ببقى طايره طايره في الهوا والله العظيم. والحمد لله ان شاء الله، يعني باذنك يا رب ان شاء الله، املي في ربنا كبير وفيكو انه ان شاء الله يعني ان انا باذن الله اكمل العدد اللي اليوتيوب طالبه مني ال1000، يعني ال1000 مشترك دول باذنك يا رب. نفسي والله يا بنات، وال4000 ساعة مشاهدة صدقوني، فبإذنك يا رب تعني كده. بس انتوا قولولي برضو في الكومنتات انتوا عايزين فيديوهات نوعها ايه، يعني ادوني اقتراحات. انا نفسي تشاركوني وتدوني اقتراحات، تقولولي مثلا احنا بنحب فيديوهات يكون نوعها مثلا كذا. ليه؟ علشان والله انتوا لما هتقولوا ده انا هبدا اغير. مثلا ممكن اكون بعمل نوع فيديوهات معين، لا ابدا اعمل الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. لو فيديوهات عايزين سفر ممكن يعني رحلات ممكن انزل بقى اروح اماكن وكده اهو. لو فيديوهات تسوق ممكن انزل لكم اماكن تسوق برضو. فلو فيديوهات روتين اكتر منها، لو فيديوهات مطبخ وحلويات واكل وطبخ اعمل لكم. فانا ببقى محتاره في اوقات ان انا مش عارفه يعني ايه الفيديو اللي ممكن يلاقي استحسان منكم، او ايه الحاجات اللي ممكن يعني الفيديو اللي ممكن يعجبكم وينور رضاكم. ويعني زي ما عايزه اقول لكم برضو، عايزه اقول لكم حاجه، شايفين اهو عامل عروض رهيبه، صدقوني عامل عروض رهيبه. اللي هيروح هايبر موسى والله العظيم يا بنات ما هيندم. يعني انا بجد دبيت مشوار عشان نروح لهايبر موسى علشان ناخد منه نشتري منه الحاجات الجميله والعروض اللي كان عاملها. عايزه اقول لكم برضو انه جمله ماركت عامل عروض دلوقتي كمان، وانه فتح الله ماركت عامل عروض دلوقتي كمان، وهايبر عامل عروض، واولاد علوش عاملين عروض. يعني بصوا في عروض كتيرة دلوقتي في الموسم ده، فربنا يا رب يصلح الحال ان شاء الله. وبدأت بقى اتجول زي ما انتم شايفين. ده كان ركن تقريبا التوابل، ده ركن كان التوابل، ده كله ده تقريبا بتهيألي كان ركن التوابل يا بنات، مش عارفة، بس هو كان ده ركن في التوابل، لانه كان جنبه الفيجيتار والمش عارفة ايه والحاجات دي. وبدأت بقى اشتريت بقى حاجتي وطلباتي. وعايزه اقول لكم انه بجد انا يعني يوم اللي بنزل فيه بروح فيه اتسوق او اروح اشتري مشتريات الشهر بيبقى بالنسبه لي يوم عيد. ليه؟ لانه ببقى بنزل بقى الواحد كده بينطلق بيشتري الحاجات اللي ناقصاه من البيت في البيت، ومنها بيغير جو، ومنها يعني انا من الناس اللي التسوق ده بيديني كده، يعني بيغير مودي، بيخلي مودي يبقى حلو كده، بيديني كده يعني بيخلي روحي كده تبقى في حتة تانية. يعني لو انا متضايقة مثلا ومثلا ومخنوقة، لو نزلت مثلا عملت حاجة زي كده تسوق مثلا جبت مشتريات، لا مودي بيتغير وببقى راجعة كده فرحانة ومبسوطة. اشتريت بقى حاجات. فطبعا كنت هنا بشتري ذرة عشان كنت عايزة يعني هعمل بيه حاجة ان شاء الله، هبقى اقول لكم عليها، هبقى اعملها لكم ان شاء الله وتشوفوها. فكنت بشتري ذرة هنا، الذرة دي مسلوقة مش ذرة يعني ذرة مسلوقة، وانا اشتريت عشان كنت عايزة اعمل بيها حاجة، وان شاء الله هبقى اعملها يعني فيديو كده واوريها لكم. وكان كمان في مانجا، قطع مانجا مجمدة، شايفين دي قطع مانجا سلايز، مانجا بتبقى مجمدة، مانجا عبارة عن شرايح. فانا شفتها قبل كده وجربتها، بتبقى جميلة. بس طبعا هي مش حلوة زي المانجا الطبيعية، يعني برضو المانجا الطبيعية طبعا اجمل بكتير منيها، بس هي برضو مش وحشة. انا جربتها قبل كده، هي حلاوتها في انها متقشرة وجاهزة، بتبقى سلايز. انت كل اللي بتعمليه بتطلعيها وتضربيها في الخلاط وتشربيها، او عايزة تقطعيها قطع وتستخدميها قطع اتس اوكي، مش مشكلة، فاهماني؟ ده بالنسبة للمانجا. كمان والله العظيم انا قعدت بقى الف في حاجات كتيرة يعني برضو كانت عجباني
وفي حاجات كتيرة. قعدت ابص بقى، انا الكاميرا كانت في الارض عشان كان في جنبي ستات فما كنتش عايزة اصورهم. برضو هنا بقى دخلت على التوابل، كنت عايزة اشتري يا بنات اشتريت غلة ذرة، واشتريت قولوا لي زر نيل اللي هو ورد النيل بيسموه او زر النيل. ده بيبقى حلو قوي في الشرب، بيبقى بيدي طعم جميل للشوربه. واشتريت شطه، كنت عايزه شطه، وكنت عايزه مكرونه سايبه بقى. يعني اشتريت شويه حاجات من عند العطار. كنت بساله على الجيلاتين البقري، بس قال لي لا انا ما عنديش جيلاتين اللي هو الحيواني. يعني قال لي لا انا ما عنديش جيلاتين حيواني، انا عندي جيلاتين نباتي. فطبعا انا ما كنتش عايزه جيلاتين نباتي، انا كنت عايزه الجيلاتين الحيواني. عجبتني المكرونات برضو، اشتريت مكرونات من عنده. وكنت بكلمه عن ايه تاني يا ربي، كانت الجنب التاني كان فيه نوع توابل حلو كده قوي. ايوه الناحيه التانية كانت فيه توابل وحاجات جميله زي ما انتم شايفين كده. دي كلها دي توابل، شايفين يا بنات؟ دي كلها دي كل انواع البهارات والتوابل في الناحيه التانية دي معموله متجهزه. وهنا كان هو يوزن لي الحاجات اللي انا اخدتها. وهنا كان زيوت، مجموعة زيوت. كنت بتفرج على زيوت، كان زيت ياسمين وزيت الورد وزيت الفل وزيت اللافندر. كانت مجموعة زيوت هنا، كانت يعني كنت بشوف اسعارها وكده، وكانت اسعارها برضو مش غالية عشان تبقوا عارفين، يعني اسعارها معقولة اوي. يعني كانت الازازة عاملة 35 جنيه بالظبط، عاملة 35 جنيه برضو مش غالية. لان انا مشترينا اشترينا الزيت من بره. الزيت اشتريناه من بره، زيت سايب من عند العطار، كان مدينا الازازه ب60 جنيه وحجمها في نفس الحجم ده. فانا يعني كنت مستغربه، بقارن بقى، بقول طب لا ده احنا لما اشترينا من العطار ما كانش السعر كده، هو ده ارخص بقى. وماركه كانت ماركه يعني معروفه، ماركه الزيت ده ماركه نظيفه يعني معروفه. ف فقلت طب ليه يعني مثلا اهو كنت بقوله اديني من زر النيل او ورد النيل بنسميه، لانه حلو بقى قوي في الشوربه والحاجات دي بقى تحفه. اهو شايفين شكله اللي هو لونه زي البينك ده، الوان في بعض تحسيه كده جنب اللورا. ده عايزه اقول لكم بتحطيه في الشوربه حكايه والله العظيم يا بنات، روعه روعه. انا بحب احطه في شوربه اللحمه، شوربة فراخ، شوربة بط، اي شوربة تعمليها. والله لو عندك مرقة وحطيتيها رميتيه فيها بيديها طعم تاني. يعني انت حطيت شوية مية ورميتي فيهم مثلا حتة شحم عندك دهنة يعني ورميتيهم فيها، او عندك مثلا اي حاجة هيكل فرخة ورميتيش تسلقي عليه تعملي شوربة وتأكلي تعملي بيها اكل عيال، مش قصة. لو رميتي ورد النيل بيديكي طعم تاني خالص في الشوربة، بدي الشوربة في حتة تانية. طولنا قوي هنا عند قسم البهارات، لانه كنا بنشتري حاجات تانية غير زر النيل. يعني كان في شوية بهارات تانية بنشتريها الناحية التانية، الرف اللي انا وريته لكم كان في بهارات. كنت جبت كمون وجبت فلفل وجبت كزبرة وجبت توابل بطاطس وجبت كمان زعتر، وجبت بهارات محشي. يعني ركن كده طولنا فيه شوية. وجبت بابريكا عشان برضو كنت عايزة بابريكا، وكنت عايزة ايه تاني يا ربي، وجبت حبهان لانه كان الحبهان خلص من عندي. طبعا بيبقى حلو قوي للشوربه، مبقاش سنة على الشوربه من غير الحبهان. كان نفسي اجيب كركديه بس مش عارفه. انا والله العظيم بعد ما مشيت يا بنات افتكرت كنت عايزه اجيب فول عشان ادمس فول بس نسيت. فقلت يا ريتني كنت اشتريت. بعد ما روحت البيت افتكرت ان انا ما جبتش الفول وما جبتش كركديه، كنت نفسي اجيب كركديه في الوقت ده. المهم انا برضو ان هنا الكاميرا انا نزلتها في الارض لانه كانت في جنب يعني كانت في ستات واقفه، فانا برضو ما حبيتش ان انا يعني اظهرهم وهم
واقفين احتراما للناس اللي واقفة. فبحاول على قد ما اقدر ان انا يعني ما اجيبش ناس واصورها ستات زي حالاتي. هنا وقفت عند انواع المخبوزات، عن انواع الخبز. هنا انا جبت من هنا توست، بس جبت التوست اللي هو لونه بني، اللي هو التوست الغامق البني، علشان خاطر مبقاش فيه نسبة مش يعني هو ما بيبقاش فيه، هو بيبقى مناسب جدا لحاجات المخبوزات الغامقة، بيبقى مناسبة جدا لمرضى السكر. فانا جبت توست هنا كان غامق قوي، فاشتريته، كان لونه غامق عجبني، رحت اشتريته صراحة، التوست اللي تحت خالص ده. وكان في هنا الخبز بقى، المخبوزات بقى يا بنات بأنواعها، مخبوزات مختلفة ومتنوعة. يعني بصي تلاقي في اكتر من نوع، بصي هنا اكتر من نوع خبز ونفس، يعني بصي هنا نوع مثلا وهنا نوع، تلاقي مثلا في اكتر من نوع خبز، اللي هو تحسيه لونه غامق كده وعامل زي تحسيه زي بالردة كده، هو شكله غريب صراحة. انا ما يعني انا ما جبتوش قبل كده، بس انا كنت بشوف يعني الخلايجة بيحبوا ياكلوه، في ناس اللي عاملة رجيم قوي، الناس اللي بتحب تعمل رجيم قوي او رجيم قاسي بيجيبوا النوع اللي هو المخبوزات دي، اللي هي بتبقى غامقة. هنا وقفت عند تلاجة الجبن هنا، وكنا عايزين نجيب جبنة بيضة، جبنة بيضة براميلي، بس كانت ناعمة شوية وحلوة وجميلة، طعمها حلو، عاملة زي الكريمي. وجبت جنبها علبة جبنة كريمي، كيري كريمي تقريبا، كانت في الرف التاني ده كده على جنب. وكنا عايزين وجبنا جبنة رومي وقتها، عشان خاطر كنا محتاجين الجبنة الرومي. ورجعت تاني بصيت على اللانشون والجبن، وجبنا كمان جبنة فلامانكو، عشان احنا بنحب قوي الجبنة الفلامانكو. جبنة كمان فلامانكو. كنت ببص على اللانشون بانواعه، وكمان عجبني قوي مخلل ده، كان فيه مخللات الزيتون بقى بانواعها، ومخلل بصل، وانا عجبني كمان كان فيه مخلل ترمس يا بنات، ومخلل زيتون شرايح، وكان فيه مخلل زيتون سليمة. عجبني بقى موضوع المخللات، يعني انا عجبني، كان بالنسبة لي المفاجأة مخلل اللي هو الزيتون، مخلل بتاع الترمس ده، كان بالنسبة لي مخلل الترمس ده كان أول مرة أشوف بصراحة في حياتي موضوع مخلل الترمس ده. تمام. رجعت تاني برضو، قعدت ألف تاني على الجزء اللي هو خاص بالمخبوزات، قعدت أبص برضو أقارن بين المخبوزات. كان في عيش فينو هنا اهو دومتي، وكان في دومتي كذا نوع، كان في الكبير وكان في الصغير وكان في الوسط. أنا طبعا كنت بشوف الأسعار ايه، بس انا صراحه ما جبتش عيش فينو، انا جبت عيش توست اللي هو. وبصوا هنا كان في خبز الشوفان اللي انا بحكي لكم عليه انواع الخبز، يعني بصوا ده كان اللي هو الشوفان اللي انتوا شفتوه ده، نوع تاني بقى. بصوا ده خبز الشعير، كان عامل حوالي 50-99، يعني حوالي 51 جنيه. وهتلاقوني برضو يعني في خبز الشوفان وخبز الشعير، وهتلاقوا بصوا ده كمان ده نوع خبز تالت غيره، فاهمين؟ يعني ده نوع خبز تاني اهو ببذور الكتان كمان، يعني غير، يعني بصوا في كذا نوع. ده نوع رابع خبز بذور الشيا. يعني بصوا انواع العيش ايه، عيش ببذور الكتان بالشيا، بال بذور الكتان والشيا والشعير، ويعني انواع مختلفه. ادي جبنه كيري انا بحكي لكم عليها اللي انا جبتها، هي جبنه كيري كريمي، انا بحبها قوي بصراحه وبعشقها، من الناس اللي بتعشق قوي الجبنه الكريمي الكيري او اللبنه، الاتنين بحبهم، الكيري او اللبنه، بحب قوي النوعين دول. وقفنا كده شويه، انا كنت منزله الكاميرا لتحت شويه عشان كان في حد جنبي، سيدات، فما كنتش قادره اجيب عليهم الكاميرا، فكنت مركزه الكاميرا في المنطقه دي لغايه لما هما يتحركوا من جنبي. دي برضو انواع جبن مختلفه، جبنه ريكفور اهي اللي كانت في ايدي، انا مبحبهاش يعني، بس انا قلت اوريها لكم. كانت في جبن بقى مختلفه، يعني دي برضو نوع جبنه تاني.
فانا كنت بتفرج بقى في التلاجة على انواع الجبن. بصوا ده نوع جبنة تالت برضو اهو، دي ب93 جنيه كانت برضو. آه، اشكال كتيرة كتيرة، تلاجة مليانة انواع جبن يا بنات، انواع جبن مختلفة. دخلنا بقى على قسم اللحوم. انا بصراحة ما اشتريتش من عندهم غير برجر، يعني انا كل اشتريت برجر واشتريت لحمة مفرومة. إيه، يعني انا من الناس اللي ما بحبش قوي ان انا اشتري اللحوم من الهايبرات، ما اكدبش عليكم. انا بحب اشتري اللحمه من عند الجزار. لو هشتري لحمه اشتري من عند الجزار واقول له افرمها قدامي، يعني عايزه حاجه مفرومه بقول له لا انا عايزه الحته دي وافرمها لي دلوقتي قدامي وانا واقفه. بس اضطريت بقى، كنت في البيت ما كانش في حاجه، فقلت انا هجيب برجر وهجيب لحمه مفرومه، طبق لحمه مفرومه هنمشي نفسنا بيه كده اليومين دول لغايه لما انزل بقى الجزار واجيب منه لحمه مفرومه. انا عامه لما بشتري اللحمه بروح عند الجزار اقول له اديني مثلا كذا وافرمها لي دلوقتي. او اللحمه لما بقطعها لي بقول له اختار لي الحته دي، قطع لي الحته دي بالذات وحطها لي في الطبق. فموضوع اللحمه من الهايبرات او الفراخ من الهايبرات والله ما بحبها. انا بحب قوي الفراخ اجيبها صبحه وفريش من عند الجزار، من عند الفرارجي. واللحمه بحبها وهي واقفه كده متعلقه، يقطع لي منها ويفرم لي منها وانا واقفه، علشان بصراحه ده بيديكي يعني ايه، بيخليكي تحسي بالامان اكتر. ما تنسوش يا بنات، اوعوا تتوهوا مني، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. بفكركم اختكم والله العظيم، انا اللايك بتاعكم محتاجاه جدا، والاشتراك وانك تدوسي على الجرس وتشتركي في القناه اقسم بالله محتاجاه جدا. ونكمل بقى. فانا من الناس اللي ما بتحبش تحبذ شراء قوي، بس انا عشان هايبر موسى من الهايبرات اللي انا يعني بجيب منه حاجتي وعلى فكرة يعني والله بدب مشوار، بخبط مشوار جامد عشان اروح اجيب من عنده، لانه حاجته ممتازة وحاجته بامانة. طب يعني بصوا يا بنات، فريش، حاجته بامانة فريش يعني ما عندوش حاجات. بصوا هنا بقى كانت المخبوزات، يعني عنده شوية مخبوزات جميلة. وهنا وقفنا عند التلاجة كان بيبيع نسيتكم، كان نفسهم ياكلوا، كان نفسهم في دبابيس. فرحت جبت بقى جبت طبق دبابيس، كان عامل حاجة، كان عامل عليه عرض. كان مش فاكرة العرض بتاعه، يعني حاجة مش غالية، يعني كان عرضه بحاجة و60 تقريبا، كان عرضه ب65. فانا دي على فكرة دي بط العابد، بس انا ما جبتش بط العابد، انا جبت الطبق اللي هو بتاع الدبابيس من عنده. كان عامل حاجة و60 جنيه، مش غالي. وقريت اهو في ايدي انا ماسكاه، وقريت الصلاحية بتاعته ده، لانه هو فعلا بجد هايبر موسى بيجيب حاجات حلوة. فجبت بقى، كان نفسهم في دبابيس، فقلت لهم خلاص انا هجيب لكم لغايه لما انزل بقى يوم ادب بقى مشوار اروح بقى للفرارجي اجيب منه الحاجات. ده بقى قسم المخبوزات عنده، دي الباتون ساليه وفي عندكم الكرواسونات، الكرواسون بانواعه والباتون ساليه بانواعه. فيعني عايزه اقول لكم انه الهايبر كان من الالف للياء. ودي كانت على فكره مشترياتي. لو كنتي معانا استنيتي لحد اخر القناه، بشكركم، متنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والى